السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غنديروا ان شاء الله مسمن بالكفته، كنطيبوه في المقله. كنحتاجوا معنا هنايا الدقيق، وكنديروا واحد رشيشه ديال الخميره الفوريه، وكنديروا رشيشه ديال الملحه كما العاده، وكنعجنوا بالماء بارد. هنا العجينه ديالنا هي دلكات مزيان، شفتوها رطبه ما كتلصقش في يدها، هي كتلصقش. كنشدها وتنقطع المسمنات ديالي تيكونوا كبار شي شويه. هنا ها هي كنقطع على هذا الشكل هذا، تكون عندي مسمنه كبيره شي شويه ها هي، وكنحطها ترتاح. نخلوها غير علاش نصايبوا الحشوه ديالنا صافي، ونبداو نغرقوا ونعمروا. هما كلهم كويرات قد قد هما. هنا كندهنوا المسمنات ديالنا باش ما يضرب لنا البرد، وكنخليهم يرتاحوا. اجيو دابا نساليو ونوجدوا العماره ديالنا. هنا عندنا الكفته، كنزيدو عليها فلفله مقطعه حلوه، هي انا درت واحد الحبه ديال الفلفله حلوه. وعندي هنا البصل الاخضر واللي هو الحريف عندنا حنايا، والقزبر ومعدنوس مخلطين هما تنزيدهم. عندي بالنسبه للطبزيره عندي هنايا الخرقوم البلدي، البزار، ثومه محكوكه، عندي قبيصه ديال القرفه هذه ضروريه للكفته، هي وسكنجبير، وعندي البابريكا اللي هي التحمير عندنا، والملحه. تنزيدو المكونات ديالنا هكذا. عندي هنا واحد الرشيشه ديال الكوزه ضروريه هذه الكفته، راه كتجي واعره. هاهي غير رشيشه. عندي هنا الفلفله حاره، الفلفل الحار هذا اختياري، ما غاديش ندير في التموره كامله، غنزل غير شي وحدين. عندي هنا واحد شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد نص كاس صافي. دابا نعجنوا المكونات ديالنا كاملين. هاد الحشوه كنديروا ما كنطيبوهاش، كنديروها كيف ما هي هكذا في المسمن ديالنا. وغتعجبكم هاد الطريقه بزاف بزاف. الا طيبنا الكفته كتجي مفرده، ما كتقطع من العجينه وما كتجيش بنينه اصلا. هذه خاصنا نديروها طريه باش كتطلق المذاق ديالها في المسمن، كتجي يا سلام يا سلام. الروائح ما شاء الله ما شاء الله على الروائح، كيبان لي واقيلا غناكلها وحده 100. ودابا غندوزو للطريقه ديال التعمار ديالنا. هنا ها هو ارتاحت العجينه ديالنا. كي قلنا العجينه ما كنبسطوهاش بزاف الا غنعمروها، كنبسطو غير شويه، وكنبسطو هاد الجناب مزيان صافي هكذا. تنهزو هكذا كويره ديال الكفته كبيره ها هي، وكنحطوها هكذا وتنشدوها، تنغلبو عليها هادي ها هي، ونديرو شويه ديال الزيت هنا ها هي. وهنايا اش كنديرو تنبسطو هادي هكذا، وكنشدو نقلبو المسمنه ديالنا، وتنعاودو نغلفوها من هاد القنت، وكنحطوها ترتاح باش تسخن لنا المقيله ديالنا. هنا هاني ها هي درتها كتسخن. نصايب معكم وحده غير بشويه باش كلشي يفهم الطريقه، راه بسيطه وسهله. ها هي نبسط العجينه ديالي غير هكذا من هنا، وكنخلي هاد الاطراف هما اللي تنرقق. ها هما كناخد كويره ها هي كبيره ديال الكفته عندي، ها هي تنجيبها كنحطها هكذا في الوسط ها هي،
نحاول نصايبها على شكل مربع، تاخد لا فورم ديال المسيمانه. كنجي كنغطيها من هنا هي حتى للجن كامل، وتنجيب هاد الاخرى وكنغطي تاني حتى للجن. كنجي هاد شويه اللي تيبقى عندي هنا زياده ديال العجينه كنجي كنركبها على هادي، هي تنغطي بها المسيمنه ديالي مزيان، وكنشد المسيمنه كنقلبها، ها هي نقلبها وكنعاود نبسط هاد شويه هادي وتنشدها كنغلف هكذا، ها هي وكنخليها ترتاح. اذا ها هي المسيمنه ديالنا ارتاحت، كنبسطوها، هاي تبسط معانا بكل سهوله، ما كتقطع ما والو، هاي دورها كي بغيت، هاي حتى الكفته راه كتبسط لينا معاها، كتمشي معاها هكذا، وكتكون المقله ديالي سخنت كنرشها واحد شويه ديال الزيت هكذا، ومن بعد كنهز المسيمنه ديالي ها هي كنرش هنا عاود واحد شويه الزيت هكذا، هي دهنها وتناخد المسيمنه ديالي كنقلبها، ها هي هاد المسيمنه ديالي ها هي كطيب، كندور المسيمنه ديالي ونشوف فيها دابا هكذا راه طابت الكفته وطابت البصله وطابت كلشي المكونات، راه طابت الكفته اصلا راه غير كتشم العافيه هي طابت، وكنحمضوها. إذا ها هي شفتوها المسيمنه ديالي، ها هي كنبسطوها، شوف كيفاش هو ما كتخرجش نهائيا، وانا مرتاحه وانا كنبسط فيها. هاي كنجي وكنحطها في البقيله ديالي، ها كندير واحد شويه ديال الزيت هكا كنقلبها بسيمانه، شوفوها ما مقطعه من فوق لا، ها هو تبارك الله المسمن ديالنا شفتوه كتيجي واعر، الكفته فيه طايبه ومع كويس اتاي سخون بالصحه والراحه.